بلوي هو برنامج بيفتكر كل حاجة، كل لعبة اتثبت على رف، كل ستيكر على حيطة، كل شخصية عدت في الكادر. فعشان كده لما شخصية بتختفي فجأة المعجبين بياخدوا بالهم. والنهاردة هنتكلم عن كل الشخصيات اللي اختفت وسكتت، الشخصيات اللي البرنامج قدمها وخلاك تهتم بيها وبعدين عمره ما رجعها تاني. جان لوك. يلا نبدأ بالشخصية اللي فعلا وجعتنا. بلوي وجان لوك اتقابلوا في أجازة تخييم وكونوا مع بعض واحدة من أجمل الصداقات اللي البرنامج عرضها. المشكلة هم ما كانوش فاهمين بعض، هو كان بيتكلم فرنسي وهي كانت بتتكلم إنجليزي، بس ده ما وقفهمش عن اللعب والاستكشاف، وفي الآخر زرعوا شجرة مع بعض من غير ما يحتاجوا كلام. في نهاية الحلقة البرنامج بيورينا لمحة للمستقبل وهما مراهقين وبيتقابلوا تاني تحت نفس الشجرة دي. وفي حلقة بينجو لو بصيت على الحيطة في الخلفية هتلاقي رسمة بلوي رسمتها نفسها هي وجان لوك، ولسه متعلقة هناك بعد كل المواسم دي، عمرها ما نسيته. السؤال هو إذا كان المسلسل هيسمح لهم يقابلوا بعض تاني ولا لا. وين هي لابرادور شوكولاتة؟ بلوي قابلتها في حلقة الكافيه وهناك البنتين اتعلقوا ببعض على طول وهم بيلعبوا في الملعب. في نهاية الحلقة بانديت كان كون صداقة مع والد ويني فايدو وكمان عزمهم على الفطار، وهنا الموضوع بيبقى غريب شوية. فايدو فعلا رجع تاني. في حلقة بيرفكت هو وبانديت كانوا بيتكلموا مع بعض زي اتنين لسه أصحاب. صداقة الآباء فضلت مستمرة، وده معناه إن ويني لسه موجودة في مكان ما، بس هي عمرها ما ظهرت تاني ولا مرة. بانديت وفي بوعده، فضل محافظ على صداقته مع فايدو. طيب ليه؟ ويني عمرها ما جاتش الفطار اللي وعدت به. أخو كلوي. كلوي واحدة من أقرب أصحاب بلوى، ظهرت في كذا حلقة، عندها قصة خاصة بها في حلقة الأخطبوط، وعيلتها بين كأنها جزء راسخ من عالم بلوى، وده بيخلي موضوع أخوها البيبي أصعب في الشرح. ظهر في حلقة الإكسريفون السحري وركوب العربة كمولود جديد بيتزق في عربية أطفال، حلقتين بس، وبعد كده اختفى تماما كأنه عمره ما كان موجود. اللي بيخلي الموضوع غريب أكتر إن كلوي لسه بتظهر ومامتها كمان بتظهر. العيلة لسه جزء واضح من المسلسل، لكن الأخ الصغير اختفى والمسلسل كله كمل من غيره. دلوقتي حسب تسلسل الأحداث في المسلسل البيبي ده كان المفروض يبقى طفل صغير، يمكن حتى في سن الحضانة. العيلة كلها موجودة، أمال هو فين؟ والدة تشيلي توفت من زمان قبل ما بلوى وبنجو يتولدوا، يعني البنات عمرهم ما قابلوا جدتهم من ناحية الأم، ومع كده هي موجودة في كل مكان. صورتين ليها متعلقين في طرقة بيت عيلة هيرر، واحدة فيها مع مورت وبراندي وتشيلي، والتانية ليها لوحدها وهي راكبة حصان. عرفنا عنها شوية أكتر في حلقة التنين. ظهرت في ذاكرة تشيلي كأم دافية وبتشجع بنتها، وقالت لتشيلي الصغيرة تكمل رسم حتى لو خيولها مش طالعة مظبوطة. ده كان الوقت الوحيد اللي سمعنا فيه عنها، ذكرى واحدة، حلقة واحدة، وبعدين اختفت تاني ورجعت تبقى صورة على الحيطة. فالسؤال هنا، امتى هنشوف حلقة فلاش باك عنها، بابا إندي وأختها الصغيرة؟ يلا نتكلم عن شخصيتين موجودين فعلا بس عمرهم ما ظهروا. إندي واحدة من أقرب صحاب بلوى، شفنا كتير من ماما إندي، بس إندي كمان عندها أخت صغيرة اتولدت قبل ميعادها. ولا الأخت دي ولا بابا إندي ظهروا على الشاشة قبل كده. والغريب في كل ده إنه في حلقة اجتماع العيلة بلوى حتى قالت إن العيلة راحت عند بيت إندي على العشاء، وده معناه إن العيلتين قريبين من بعض جدا. يعني بالنسبة لمسلسل بيهتم قوي بعلاقات العيلة ده يعتبر نقص ملحوظ. وجود طفل اتولد بدري دي تجربة بتغير حياة البيت كله. اللي حصل إن المسلسل ذكر الموضوع وبعد كده كمل من غير ما يتكلم عنه أكتر، ده بيخلي الموضوع كأنه لسه مخلصش مايا وكابتن. في شخصيات بتختفي من غير ما حد ياخد باله، وفي شخصيات بتختفي في اللحظة اللي قصتهم كانت لسه تبتدي. ميا وكابتن فعلا ينطبق عليهم النوع التاني ده. هم ظهروا في حلقة قوارب بارك، الحلقة اللي فيها بلوى وماكنزي اتعلموا لأول مرة يعني ايه مشاعر رومانسية بين اتنين، كابتن وميا. الاتنين كانوا معجبين ببعض، الموضوع كان واضح وبسيط وكل الحلقة كانت بتبني على ده. بعدين الحلقة خلصت وده كان كل الموضوع تقريبا. ظهروا في الخلفية في مشهد الملاهي في حلقة مغامرة الكاري، لكن عمرهم ما كانوا محور القصة تاني. المسلسل قدم خط عاطفي كامل وبعدين سابه معلق. يا رب الموسم الرابع يرجع يكمل القصة دي، لأن الاتنين دول يستاهلوا نهاية محترمة. أم وينتون عايش مع أمه لكنه بيزور أبوه بشكل منتظم، ومع كده أمه عمرها ما ظهرت في المسلسل.
ولا في أي محتوى تاني متعلق ببلوي. وده فعلا حاجة ملفتة لما تفكر فيها، هي الأم اللي هو فعلا عايش معاها، ومع ذلك هي مش موجودة خالص. في نهاية الموسم الثالث وينتون انتقل يعيش مع أبوه وعائلة التريير، وده معناه إن في وقت ما ترتيب المعيشة اتغير. يا ترى هي نقلت تعيش في مكان تاني؟ يا ترى هي قررت إنه الوضع الجديد للعائلة المختلطة كان أحسن لوينتون؟ في قصة كاملة هنا عن أم انسحبت بهدوء والمسلسل لسه ما حكاهاش. ممكن أم وينتون تكون أكتر شخصية مش باينة في المسلسل كله، لكن قصتها مثيرة جدا من ناحية السرد. بوسكو دي واحدة الناس كتير بينسوها تماما، مع إن اللي وراها كبير جدا. في حلقة جريسين 2 بلوي جابت سيرة بوسكو اللي هو حبيب فريسكي القديم. كان صعب تحبي بوسكو بس دلوقتي لأ. وطريقة كلامها عنه بتقول لك كل حاجة كانت تعرفه، مش بس سمع عنه، كانت فعلا تعرفه. فريسكي عرفته على بنتها الروحية، وده معناه إن العلاقة كانت جدية كفاية لدرجة إن الجواز كان احتمال حقيقي. طب ليه انفصلوا؟ في أدلة مدفونة في تصرفات فريسكي لما راد حاول ياخدها من بريسبان. هي اتعصبت فعلا وغضبها كان باين. النوع ده من الغضب مش بيجي من فراغ. كتير من المعجبين بيعتقدوا إنه بوسكو هو السبب بالظبط، وإنه هو الشخص اللي كان عايزها تمشي وهي رفضت، وخسارته كانت الثمن اللي دفعته عشان تفضل. لو ده صحيح يبقى فريسكي وهي بتبني حياة مع راد في نفس المدينة اللي رفضت تسيبها، الموضوع بيبقى مختلف تماما. والدريستي واحد من أهم الشخصيات الغائبة في المسلسل كله. هو جندي بيخدم بعيد عن البيت، وكل حاجة رستي يعرفها عن الانضباط والولاء ومعنى الشجاعة اتعلمها من والده. المفارقة إننا بركاد بنشوف الرجل ده في حلقة الجيش بيظهر بس من ورا ووشه عمره ما تعرض، بس في حلقة كريكيت بنشوف حاجة أكتر شخصية، جواب كتبه لابنه. اللي بيخلي الموضوع ده أكتر إثارة هو إن ريستي كان في الأصل هيبقى هو الشخصية الرئيسية في المسلسل قبل ما المبدع جو بروم يغير التركيز لبلوي. لو النسخة الأصلية دي كانت اتنفذت، أبو روستي كان غالبا هيبقى شخصية محورية زي باندت في النسخة دي من القصة. بدل كده هو بقى شخصية هادية ومحترمة وبيتحرك دايما بعيد عن الكاميرا. المسلسل عمره ما اداله لحظته الحقيقية، وده بيحسسك إن في حاجة لسه ما خلصتش. هيركليز ظهر في حلقة واحدة بس، السيرك، لكن ساب انطباع. هو جرو سان برنارد، وده معناه إنه أكبر من أي طفل تاني في سنه. والحلقة ما خبتش إزاي القوة دي ممكن تتسبب في مشاكل. هو كان بيزق وينتون ويتحكم فيه ويخليه يعمل حاجات مش عايزها، وعموما كان بيتصرف زي المتنمر لحد ما بينجو من بين كل الناس واجهته. بعدها كل حاجة اتغيرت. في الآخر هركليز استخدم حجمه علشان يشيل ماكنزي ويدوره في الهواء، وفجأة كل حاجة بقت مليانة فرحة. المسار ده من واحد بيستخدم حجمه علشان يخوف الناس لواحد بيستخدمه علشان يفرحهم كان يستحق متابعة. في شخصية كاملة جوه الموضوع ده. ليه هركليز مرجعش تاني؟ ممكن يكون كبر ودخل سنة دراسية تانية، ممكن يكون نقل من المدرسة، بس أيا كان السبب المسلسل ساب ولد فعلا مثير للاهتمام على الدكة. الاتنين جاسبرز. الحكاية دي فعلا محيرة وممكن تفسر نفسها. مدرسة بينجو فيها طلبين اسمهم جاسبر جي وهو دوبرمان، وجاسبر دبليو وهو روت وايلر. في حلقة بوبي لبي جارو ظهر جنب تميمة، فصل الآنسة ريتريفر وتعرف عليه إنه جاسبر، بس مين فيهم؟ المعجبين بيتناقشوا في الموضوع ده من وقتها. النظرية اللي شغالة دلوقتي إن وجود شخصيتين بنفس الاسم بالظبط عمل لخبطة كفاية في الإنتاج، فاختار الكتاب بهدوء يحتفظوا بواحدة ويسيبوا التانية تختفي. في الحياة الحقيقية وجود طفلين بنفس الاسم عادي، لكن في حلقة كرتون مدتها 7 دقايق ده كابوس تنظيمي. جاسبر واحد فضل والتاني بقى مجرد حاشية. فانت رأيك ايه؟ دول مش مجرد شخصيات جانبية تنسوا، دول خيوط سايبة في مسلسل نادرا ما بيسيب حاجة من غير حل. ولو مسلسل بلوي علمنا حاجة فهي انه دايما في الاخر بيرجع يكمل اللي بدأه.